في حاجات بنحاول نبعدها عننا، بنرفضها، ويمكن أوقات كتير جدا بنستخف بيها، وفجأة بنلاقيها قدامنا. هو ليه دايما الحاجة اللي ما بنبقاش عايزينها أو بنفكر فيها هي اللي بتحصل؟ مش يمكن في سر؟ في ناس كتير كانت رافضة وظيفة معينة، بتحاول إنها تهرب منها، بس في الآخر بتشتغل الوظيفة دي وبتحقق فيها نجاحات عمرها ما كانت تتخيلها. ياما بنات كتير كانت رافضة شخص بعينه، ويشاء القدر ويبقى من نصيبهم ويكتشفوا في الآخر إن هو الشخص الصح. الحياة مش دايما بتاخد رأيك، الحياة بتختار لك اللي يحميك واللي يحافظ عليك. احنا بنختار بعقولنا، بس ربنا في الآخر بيخلينا نختار بقلوبنا. قلبنا طول ما هو نضيف اختياراتنا هتكون صح. مش دايما الحاجة اللي بتيجي غصب بتبقى شر، يمكن تكون هي بداية الرضا. ده سر أحمد هلال هقول لك.